طيب يا جماعة، النهاردة اليوم الرابع لينا أو اليوم الخامس لينا للتعليم اللغة الإنجليزية، وزي ما احنا متعودين إن احنا بنبدأ من الصفر مع بعض. فلو انت متعرفش تتكلم انجليزي خالص مفيش مشكلة. اعتبر نفسك ان انت ان شاء الله من خلال السلسلة ديت ان شاء الله هتتعلم الانجليزي من الصفر بإذن الله، وشعارنا ان احنا كل ثقة بإذن الله نكون بنعرف نتكلم انجليزي. لازم نبقى فاهمين ان اللغه الانجليزيه هي حاجه طبيعيه ان انت بتكون ما بتعرفش تتكلمها، لان انت وانت صغير محيطك اللي حواليك بيتكلموا عربي اغلب الوقت. فانت محتاج عشان تتكلم انجليزي تكون زي ما بتتكلم عربي كده بالظبط. فعشان ده يحصل لازم يبقى سمعك انجليزي، لازم تبقى بتقرا انجليزي، لازم بتتفرج على افلام انجليزي، لازم بتكتب انجليزي. وكل ده بيحصل بممارسه، واهم حاجه ان انت ما تخجلش من غلطاتك. لما تغلط قدام حد وانت بتتكلم اغلط كتير، عشان لما هتغلط هتتعلم من الغلط ده فتصححه، فتبقى واثق من نفسك بعد كده وانت بتتكلم بعد كده. طبيعي ان انت هتغلط كتير، ولو في حد بيتريق عليك اتريق انت على نفسك قبل ما حد يتريق عليك، يعني ده هيفيدك كتير ان انت يبقى عندك سلام داخلي مع نفسك. سلام داخلي مع نفسك ده هيساعدك ان انت خلاص بقيت متقبل ان انت ممكن تغلط عادي، عشان انت بتتحسن مفيش مشكله. واضحك عادي، لو حد اصلا قال لك الكلمه دي تقول كده قول له اوكي ماشي، وتقعد تضحك وتهزر معاه وتكمل انت، وتحاول تتكلم اكتر تاني وتالت ورابع، وتحاول تقول الكلام صح، تحاول تقول النطق صح، ما تحاولش تقولها بالشبه، حاول تقول فعلا الكلمه صح. تمام، دي اهم حاجه. طيب احنا دلوقتي يا جماعه هنكمل مع بعض حيث توقفنا في البث الماضي، هنكمل مع بعض درس جديد. فاللي ما شافش الدروس اللي قبل كده هتلاقوا هيظهر دلوقتي الحلقه اللي فاتت، او هيظهر الدرس اللي فات، هيظهر لكم دلوقتي فوق هنا لو تقدروا تتفرجوا عليه، وبعدين ترجعوا تتفرجوا على ده عشان نمشي بالترتيب عشان نتعلم مع بعض واحده واحده. تمام، يلا بينا. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على ايه؟ المره اللي فاتت اتكلمنا على ازاي نعد وازاي نخلي الجمله منفيه، واتكلمنا على verb to be، إيه اللي بياخد is وايه اللي بياخد are. تمام، واتكلمنا على المفرد والجمع. فالنهارده هنكمل مع بعض pronunciation, stress and intonation. Practice stress and intonation when asking questions in English. تمام، هفهمكم دلوقتي يعني ايه اللي هيحصل. Hello. Oh, hey Dylan, how's it going? Great, thanks. And you? I'm okay, thanks. Oh, this is my sister. Hi. Hello, I'm Dylan. You're Emily, right? No, I'm Emily. She's Anna. I'm sorry. What's your name? No problem. My name is Anna. It's nice to meet you, Dylan. Nice to meet you too. اوكي، طيب هما اتنين دلوقتي تلاتة اتقابلوا مع بعض، اتقابلوا في المطبخ. يعني ما تسألنيش ازاي اتقابلوا في المطبخ على اساس المطبخ ده ايه، مثلا مكان ممكن الناس تروح تخرج فيه تتقابل فيه يعني. فاتقابلوا في المطبخ كده صدفة سبحان الله يعني. وهي بتسأله، هي هو بيتعرف على ايميلي وانا، فبيقول لها انت ايميلي؟ قالت له لا انا. فقال لها لا، طب وانت اسمك ايه معلش؟ قالت له انا تاني. فقال لها اتشرفت بمعرفتك. فكان في حوار كده ما بينهم، يعني بيتعرفوا على بعض، يعني اللي هو اهلا انا كذا، وانت اسمك ايه او انت اسمك ايه كده. يعني كان الحوار كان ماشي كده. تمام، خلينا نروح على اللي بعده هنفهم مع بعض Oh, hey اكتر. Dylan, how's it going? Oh hey Dylan how's it going. طيب احنا قلنا ان انت oh hey Dylan how's it going. hey يعني اللي انت بتقول له ايه ده انت موجود مثلا، او hey اللي انت مثلا hello مثلا زي hello، hey زي hello. تمام، او انت هو يعني hey مثلا ايه ده انت hey يعني انت موجود مثلا. فدي بتبقى طريقه كده بتعبر بيها كانك بتقول هو hello او كانك بتقول hi. تمام، فبتقول hey، ممكن برضه تقول hey. تمام، how's it going يعني ايه الاخبار. تمام، زي ما احنا قلنا how's it going، زي ما قلنا في اول درس خالص قلنا how's it going يعني ايه الاخبار. تمام، فهنا بيقول لنا Emily is asking a question، ف true or false. yes she's asking a question، هي بتسأل له ايه اخبارك. تمام، فيبقى true. تمام، we know it's a question because it has question mark. بنعرف ان ده سؤال عشان فيه question mark. تمام، اللي هي علامة الاستفهام. تمام، at the end and her voice rises in pitch. يعني how's it going في صوتها بيعلى، يعني نبرة الصوت بتعلى، فمعناه ان هي من نبرة الصوت كده تحس ان هو سؤال بيتسأل. تمام، طيب خلينا نسمعها تاني مع بعض. Oh, hey Dylan, how's it going? how's it going. اوكي، ف how's it going دي انت ما تسمعها تحس ان هي هو بيقول لك at the end and her voices rises in pitch، يعني طبقة صوتها عليت وهي بتقول الكلمة دي. تمام، حلو جدا، نكمل مع بعض. In English we modify your voice to change the focus on meaning of what we are saying. In English we modify your voice to change the focus or meaning of what we are saying. في الانجليزي احنا بنظبط modify our voice، بنظبط صوتنا في التغيير اللي مركزين فيه للمعنى نفسه. تمام، of what we are saying، في المعنى الكلام اللي احنا بنقوله. This lesson we will focus in two ways of doing this. هنا هنركز على حاجتين عشان نعمل ده. Use the button above to watch the video again and
and see if you can hear examples of these phrases. احنا دلوقتي هندوس على الزرار اللي قدامنا ده، تمام، وهنتفرج على فيديو عشان نشوف examples، عشان نشوف أمثلة، تمام، للجمل اللي بتتقال ونشوف ازاي بتتقال. Intonation is changing the pitch of our voice in a sentence. Hey Dylan، يعني هنا اهي Hey Dylan، بصوا Hey Dylan الصوت نازل، يعني صوتك نازل شوية. Hey Dylan عادي، تمام. How's it going؟ اوكي how's it going، صوتك عالي فيها شوية وانت بتقول how's it going، تمام. Stress saying words or parts of words more deliberately than others. Saying words or parts of words more deliberately than others. اوكي طيب يعني ايه deliberately؟ deliberately انا بالنسبه لي كلمه جديده، عادي جدا ان يكون في كلمات جديده بالنسبه لك، فساعتها بتعمل ايه؟ بتروح على جوجل ترانسليت وبتكتب deliberately مثلا، تمام، فبيطلع لك عمدا. deliberately يعني عمدا، يعني متعمد، يعني more deliberately than other. اوكي يعني في كلمات انت بتبقى متعمد انك تعلي فيها صوتك او نبرة صوتك تختلف فيها عن الكلمات التانية، تمام. فانت عادي جدا ان انت تستخدم جوجل ترانسليت او تستخدم اي ديكشنري، اي قاموس، عشان تعرف ان انت تعرف المعنى. فهو هي مكتوبة زي ما انتم شايفين اهو، deliberately يعني عمدا، متعمد يعني، تمام. فدي كلمه بالنسبه لي جديده. طيب اعمل ايه لما الاقي كلمه جديده؟ اخدها واحطها في الدفتر اللي انا بتعلم فيه. زي ما احنا قلنا كمان في اول درس خالص، انت عشان تتعلم اللغه صح لازم يبقى معاك كراسه، دفتر تكتب فيه كل حاجه بالترتيب كده. الكلمات الجديده تعمل كده حاجه اسمها vocabulary يعني الكلمات الجديده بالنسبه لك، تمام، او المصطلحات الانجليزيه هتستخدمها، الكلمات الجديده، فبتكتبها في تحت الفوكابلري، تمام. والكلمه دي بعد كده تشوف ممكن تستخدمها كتير، تستخدمها في ايه مثلا في حواراتك اللي بتتكلم فيها. كل ما هتستخدم المصطلحات بتاعتك الانجليزيه دي او الكلمات الانجليزيه دي، كل ما يبقى عندك معجم من اللغه، من الكلمات، والكلمات بعد كده بتكون بيها جمله، والجمله تقدر بعد كده تستخدمها في حياتك في الكلام بتاعك. طيب no I am Emily she's Anna، لازم نحاول احنا بنتكلم انجليزي كلامنا يبقى واضح. saying words or parts of words more deliberately than others. لما نيجي نلاقي كلمة deliberately هتلاقيها DLI بعدين deliberately اوكي deliberately تمام. اوكي اللي بعده. Oh, hey Dylan, how's it going? Okay. In English, we lower the pitch of our voice at the end of the questions. In English, we lower the pitch of our voice at the end of questions. False. صح، هي صوتها عالي. صح، هو بيقول لنا هنا في الانجليزي احنا بنوطي نبرة صوتنا لما نكون بنيجي وبنسأل سؤال في الاخر يعني، فطبعا false. صح، تمام، عشان احنا قلنا بنعلي صوتنا، تمام. when asking questions in English our voice goes up in pitch. اوكي Great, thanks. And you? هنا اهو great thanks and you، لما قال great thanks and you Great, thanks. And you? and you شوية الصوت عالي شوية فيها، تمام، عشان هو بيسألها وانتي. طيب فهنا select the part of the sentence that has a rising tone. هنا بيقول لنا دلوقتي اختار ما بين اللي قدامنا ده، اختار الكلمة اللي فيها بيعلى صوتك، اختار الجزء اللي بيعلى فيها صوتك. select يعني اختار، تمام. the part جزء of the sentence يعني الجملة that has a rising tone اللي فيها النغمة أو الصوت بيعلى فيها. a rising tone. great thanks and you، فهتيجي في اي حته للصوت هيعلى. الناس اللي معايا قلنا great thanks، لا great thanks عليه طبيعي and you، فهتبقى and you. صح، يبقى and you صوتنا هيعلى فيها، تمام. مش هيعلى قوي اللي احنا هنزعق يعني، بس قصدي هيبقى مختلف شويه عن Hello, I'm Dylan. You're Emily, right? Listen carefully on which word does the speaker's voice rise and pitch the most. Listen carefully، اسمع جيدا، انصت جيدا. On which word، في أي كلمة does the speaker's voice rise and pitch the most. المتكلم the speaker voice صوت المتكلم بيعلى في أي حتة أكتر. Hello, I'm Dylan. You're Emily, right? عالي امتى؟ لما قال right. صح؟ لما قال right في الآخر عالي الصوت، صح؟ فبنقول تمام. Here's a tip. هنا نصيحة أو معلومة، تمام. In English, we stress the most important words in a sentence. Use the button above to watch the video again and see if you can hear these examples. In English, we stress بنضغط أو بنحدد. stress يعني أنت بتضغط أو أنت بتركز قوي the most important words في الكلمات المهمة
وانت بتتكلم في الجملة. Use the button above to watch the video again and see if you can hear these examples. دوس على الزرار اللي فوق عشان لو عايز تسمع تاني. No, I am Emily. She's Anna. I'm sorry. What's your name? What's your name? No problem. My name is Anna. تمام؟ حلو؟ اوكي. No, I'm Emily. She's Anna. اوكي. Dylan is confused. هنا بيقول لك no, I'm Emily. She's Anna. طيب هنا مكتوب ايه؟ هو قال لها انت انا وهي ايميلي، صح؟ فقالت له لا، انا ايميلي وهي انا. تمام. بعد كده بيقول لها ايه؟ بيقول لها دايلن هو اسم الولد ده. دايلن is confused دي كلمه دلوقتي جات لنا اهي جديده، واحنا بنقرا كله هيبقى جديد بالنسبه لنا. طب confused يعني ايه؟ confused يعني اللي هو متلخبط. تمام. متلخبط، مش عارف متلخبط، مش عارف الصح من الغلط، مش عارف يعني متلخبط ما بينهم. so confused معناها كده. تمام. لما تكون متلخبط تبقى confused. اوكي. confused. ف confused ان انت متلخبط. تمام. اوكي. so Emily stresses the most important words to help him understand. فقالت لي no, I am Emily. she is Anna. فهي I am دي الحته اللي هي she stresses، اللي هي بتحدد هي في النقطه دي ايه. بتقول I am Emily وهي انا، مش انا وهي ايميلي. تمام. Dylan is confused so Emily stresses the most important words to help him understand. دايلن متلخبط، فايميلي بتحدد او بتسترس، يعني بتضغط مثلا في الكلمه او بتعلي صوتها اكتر مثلا في I am وشيز عشان توضح له ان هي ايميلي وهي انا صاحبتها. ف the most important يعني الأكثر أهمية. important يعني مهم. تمام. the most يعني الأكثر. أوكي. الأكثر أهمية. تمام. لو مش هنتكلم بالعامية، لو الأكثر أهمية مثلا يبقى the most important words to help him understand. عشان تساعده إنه يفهم. understand يعني يفهم. to help him يعني عشان تساعده. فممكن دلوقتي أنا مثلا كم دلوقتي في الجملة دي كم كلمة جديدة عليا؟ confused، صح؟ ان انا لو واحد مثلا متلخبط، لو انا عايز استخدم مثلا اقول I'm confused مثلا، لو حد مثلا جه قال لي did you understand this، ممكن اقول I'm confused I didn't get it well can you repeat it again مثلا. عادي لو انا مثلا عايز اقول لحد انا I'm confused about this particular subject، انا متلخبط شويه بخصوص الموضوع ده. تمام. so Emily stresses the most important. stress برضو لو حد مثلا تحت ضغط مثلا في الشغل مثلا، ممكن يقولوا I'm stressed، انا حاسس بضغط. تمام. the most important words to help him understand. يبقى عندنا help him وعندنا understand يفهم، و help يعني يساعد. فهنا بيقول لنا Diana is confused so Emily stresses the most important words to help him understand. فهنا طبعا دي ايه؟ Dylan is confused so true false true، صح؟ عشان هي دلوقتي بيقول لنا هو دايلن confused، فإيميلي بتوضح له يعني بطريقة كلامها انه عشان تفهمه يعني. Because Dylan confuses Emily and Anna's names in this sentence, Emily makes it clear who is who. الحتة دي حلوة قوي. Because يعني عشان كذا. because فعشان Dylan confuses Emily and Anna's names. Dylan confuses Emily and Anna's names. متلخبط ما بين اسمائهم هما الاثنين. In this sentence, Emily makes it clear who is who. في الجملة دي Emily وضحت له مين هو مين. تمام. هي تبقى ايميلي وهو صاحبتها تبقى انا. تمام. احنا بناخد ملناش دعوه بايميلي وملناش دعوه بانا، ملناش دعوه بدايلن، احنا لينا دعوه بالمصطلحات الانجليزيه ديت او الكلمه اللي قدامنا دي، الجمله اللي قدامنا دي، عشان نستخدمها بعد كده احنا في حواراتنا لما نيجي نتكلم. فعندنا because دي كلمه جديده نكتبها برضو في الدفتر اللي قدامنا ولا الكراسه اللي معانا. confused قلنا confused دي في الماضي ان انا خلاص متلخبط. confuses يعني بيلخبط. confuses. اوكي. Dylan confuses. اوكي. عشان الفعل نفسه confuse. تمام. confuses يعني بيلخبط إيميلي وأنا بأسمائهم. in this sentence Emily makes it clear who is who. في الجملة دي إيميلي وضحت مين هو مين. ف who is who دي حلوة برضو، واحد ممكن يقولها. و makes it clear. can you make it clear please. can you make it clear for me. ممكن توضحها لي أكتر. ف makes it clear برضو هنا لما نيجي عند إيميلي ما ينفعش نقول إيميلي make clear. هي
الفعل make، فبنحط اس فتبقى makes. Emily makes it clear. تمام. عشان كمان عندنا Emily وبعدين makes it بعدين it. make ايه هتخلي ايه clear. it عايده على ايه؟ it عايده على الكونفيوجن اللي حصل. يبقى confusion اللخبطه نفسها. تمام. confusion فعايده على it الموضوع نفسه اللي هي اللخبطه نفسها. تمام. حد فاهم حاجه؟ اتمنى تكونوا No, فاهمين حاجه. I'm Emily. She's Anna. لو في حاجه مش فاهمينها اكتبوها في التعليقات تحت وهجاوبكم عليها ان شاء الله دايما في الفيديوهات الجايه يعني. تمام. او هجاوبكم عليها في التعليق تحت على طول تحت تحت الفيديو يعني. الناس اللي معايا في اللايف لو عندكم اي اسئله اسالوها لي يعني. Why does Dylan put the stress on what's؟ No, I'm Emily. She's Anna. I'm sorry. What's your name? طيب هنا ليه دايلن put a stress on what's؟ ليه دايلن لما جاء قال what's قالها بطريقه what's your name؟ قال what's الاول. ستريس انت بتقول الكلمه وبعدين يعني بتسكت شويه كده وبعدين تقول الكلمه الثانيه what's your name مش what's your name. what's your name كده ماشي. He didn't hear the first time. He's angry with Anna. He's asking a question. طيب هو ايه؟ He didn't hear the first time ولا he's angry with Anna ولا he's asking a question؟ هل he didn't hear the first name؟ هل هو فعلا ما سمعش اسمها من اول مرة ولا هو متعصب عليها فعشان كده بيقول لها what's your name ولا he's asking a question ولا هو بيسأل سؤال؟ ها اي واحدة فيهم؟ He's asking a question ولا he didn't hear the first time؟ قال لها I'm sorry. What's your name؟ يبقى ايه؟ He didn't hear the first time. صح؟ هو ما سمعش من اول مرة. هو ما سمعش قالت ايه. صح؟ هو مش بيسأل سؤال. هو سمع السؤال. هي قالت له I am Emily and she is Anna. فهو قال sorry what's your name. تمام. اوكي. فهو معناه ان هو ما سمعش. What's your name? What's your name. طيب هنا لما قال what's your name فهو انتوا شايفين تتكتب ازاي؟ What's your name? What's your name. ايه اللي فيهم كان فيها ستريس؟ What's your name? ايه اللي كان فيها ستريس فيهم؟ What's your name? What's your name? What's your name. اي واحدة فيهم اللي مد فيها شوية الكلام. What's your name? What's ولا your ولا name ولا what's؟ ايه اللي كان فيها ستريس اكتر في الكلام؟ What's ولا name ولا your؟ نسمع تاني. What's your name? What's your name. صح. يبقى ايه؟ What's your name? يبقى your. صح ولا ايه ولا What's your name? your. تمام. عشان هو what's your name. What's your name ما قالش what's your name. What's your name. تمام. Okay. Complete a conversation exercise and get feedback from our community. طيب دي انا عايزكم انتوا تعملوها. تمام. وممكن تكتبوها في التعليقات تحت لو عايزين. فين لو احنا على اليوتيوب يعني اكتبوها في التعليقات تحت او ممكن تكتبوها دلوقتي انتوا لو عايزين وانتوا معايا في اللايف. Complete a conversation exercise and get feedback from our community. يعني بيقول لك ايه؟ يعني بيقول لك كمل يعني اختبار محادثه او تمرين المحادثه ده وابعته بعد كده للكوميونتي اللي انت فيه على بوسو ابلكيشن بوسو اللي احنا شايفينها فوق دي. تمام. بيعمل لك بيديك الاختيار ده ان انت ممكن تكلم مثلا او تكتب الاجابات اللي هو بيقول لك عليها. هو بيقول لك you meet someone at a party for the first time. بيقول لك انت قابلت واحد you meet someone سواء بنت او شاب you meet someone at a party for the first time record yourself speaking as you tell them your name and ask for their name. بيقول لك يعني انت دلوقتي اكتب او قول احسن تتكلم يعني تقول بصوتك عشان انت بتقول بصوتك كتير هتبقى عندك ثقة اكتر بنفسك. واكتبها برضو كتابة يعني الثقة بالنفس هتبقى اكتر في الصوت مش في الكتابة. تمام. You meet someone at a party for the first time record yourself speaking as you tell them your name and ask for their name. يعني اكتب قول له على اسمك انت. تمام. واساله على اسمه هو كمان. تمام. حاجه سهله قوي. تمام. فبيقول لك اعمل ريكورد ليها وبعدين ابعتها. تمام. طيب فاحنا كده ده بيقول لك اعملها. فاحنا عندنا الكلمات الجديده ايه مثلا complete a conversation. complete يعني اكمل. تمام. a conversation exercise. تمام. يعني اختبار محادثه. تمام. conversation يعني محادثه. تمام. conversation exercise او اختبار. تمام. conversation exercise. تمام. تدريب exercise ممكن تبقى تدريب. ممكن مثلا تقول I want to do some exercises. انا عايز اعمل شويه تدريبات. تمام. رياضيه. I want to do some exercises. واكسرسايزز برضو ممكن تبقى اختبار. تمام. ففي كلمات انجليزيه ممكن تقولها في كذا موضع. تمام. في كذا وضع. okay in different can be said in different situations. okay let's continue. طيب خلاص هنعمل ده. اعملوا الموضوع ده وقولوا لي عايزين تنزلوه في بوسو وتنزلوا بوسو وتبعته للكوميونتي. فالحلو في بوسو ان انت بتبعت بقى الكوميونتي والناس بترد عليك. تمام. طيب اللي بعده هنتعلم مع بعض asking questions to do. okay to form a question with the verb to do. دلوقتي هنعمل سؤال بفعل to do. to do يفعل. تمام. we use the structure do does a person plus verb. look at the examples below. بنستخدم الشخص مع الفعل نفسه. look at the examples below. خلينا نبص على الأمثلة اللي تحت. تمام. you come from France. تقول لواحد انت you come from France. انت جيت من فرنسا. فعايز تسأله سؤال فهتقول له ايه you come from France مش فرنسا. you come from France. بعد كده عايز تخليها سؤال هتخليها ايه
do you come from France؟ تمام، هسأله do you come from France؟ انت جيت من فرنسا. she speaks German. تمام، فهنيجي نقول ايه؟ دي قلناها في الحلقه اللي فاتت، في اللايف اللي فات، او في الفيديو اللي فات، قلنا ايه؟ do you come from France. فعندنا هنا ليه قبل you قلنا do؟ عشان you و they و we بياخدوا do. تمام، do you do they do we. تمام، she speaks German، فبنيجي نسأل السؤال بنقول ايه؟ does she speaks German؟ عشان she بتاخد does ما بتاخدش do. تمام، يبقى he و she و it بياخدوا does. she speaks German. does she speak German؟ ما ينفعش اقول does she speaks German. does she speak German عشان هنا في صيغة السؤال. تمام، بس she speaks German ما ينفعش اقول does she speaks German، لازم اقول does she speak German. تمام، عشان هي لسه ما بتتكلمش الماني اصلا. تمام، فspeaks لما اقول speaks معناه اللي هو خلاص بيعرف يعمل الفعل ده، يعني speaks خلاص هو بيعرف speaks German. او ممكن اقول she doesn't speak German. تمام، بس ما ينفعش اقول she doesn't speaks German. تمام، عشان speaks معناها ان الشخص ده بيتكلم على طول، بيعمل الفعل ده متكرر، بيعرف يعمله. they like coffee. do they like coffee؟ do they like coffee. فعندنا زي ما قلنا اليو والthey والwe بياخدوا do، والهي والشي والit بياخدوا does. اوكي تمام. Do you speak English? فهنا do you speak English؟ the question uses the verb to do اللي هو يفعل. اوكي، ف the question uses the verb to do، ف do you speak English؟ فهنقول ايه؟ صح، true، صح، عشان هو do you فهو verb to do اهو. هل انت بتعرفي تتكلمي مثلا انجليزي؟ do you speak English؟ بتعرفي تتكلمي انجليزي؟ ف true، صح. تمام، حلو قوي. اوكي، هنا دلوقتي عندنا بنحاول نكون جمله مفيده، فعندنا you وبرتغيز وسبيك وكويستشن مارك ودو. طبعا كويستشن مارك دي يعني اخر حاجه. تمام، احنا لما نيجي نشوف قدامنا مثلا جمله، احنا بنحاول نجيب الفعل وبنحاول نجيب ذات السؤال وبنحاول نجيب الفعل نفسه وبنحاول نجيب ايه؟ اللغه مثلا. تمام، يعني هو مثلا برتغيز دي لغه برتغالي. تمام، قلنا برتغال برتغيز، وقلنا تشاينا تشاينيز، وقلنا جابان جابانيز. تمام، وفيتنام فيتناميز. تمام، وهكذا. طيب عندنا يبقى do تروح تيجي الاول، بعدين you بتسال الشخص اللي قدامك do you، بعدين ايه؟ speak، بعدين ايه؟ Portuguese، بعدين question mark. يبقى do you speak Portuguese و question mark. تمام كده، يبقى do you speak Portuguese؟ انت بتتكلم برتغالي. تمام، حلو قوي. Does she speak Spanish? هنا هي بتسأل على واحدة، بتتكلم على واحدة ممكن تكون موجودة قدامنا أو ممكن ما تكونش موجودة. هي بتسأل الشخص اللي تعرفه دلوقتي، بتقول له does إيه؟ does she speak Spanish؟ does she speak Spanish؟ ما ينفعش نقول do، نقول does. تمام، زي ما احنا قلنا. Do you like chocolate? do you like chocolate؟ هل أنت بتحب الشوكولاتة؟ chocolate. do you like chocolate؟ like تحب، chocolate شوكولاتة معروفة. طيب أوكي، click يعني اضغط. click on the different forms of the verb to do in the sentence below. بيقول لك اضغط على التصريف المختلف ل verb to do. تمام، طيب هنا عندنا ايه التصريف المختلف في verb to do؟ عندنا do does، صح، يبقى does و do. شفتوا سهل ازاي؟ تمام، يبقى does she come from Germany؟ do they speak Chinese؟ تمام كده، احنا عرفنا does امتى نقول does وامتى نقول do. فهنا does she وهنا do they. اوكي، they يا جماعه، they، ها طلع لساننا في ال th they. اوكي، طيب عندنا does Chinese speak he not؟ طيب هنيجي نفس النقطه بالظبط، احنا عايزين نعمل جمله مفيده. put the words in order. put the words in order، حط الكلمات بالترتيب. فهنيجي ايه؟ هنيجي نقول does، لا غلط، هنقول he does not speak Chinese. احنا عايزين نقول هو ما بيتكلمش صيني. he does not speak Chinese. تمام، هناخد he does not speak Chinese. لما حطينا does not على طول يبقى احنا نفينا الجملة. Chinese يعني صيني. he doesn't، او ممكن نقول he doesn't speak Chinese. على طول نشيل ال not دي، نحط هنا apostrophe n فتبقى not doesn't. put the words in order تاني، حلو قوي. هنقول هنا في سؤال. تمام، السؤال هناخد do الاول، بعدين عندنا question mark دي في الاخر هنحطها هنا. طيب بعدين do mean they، بعدين do they come from Russia؟ do they come from Russia؟ هل هم جم من روسيا؟ do they come from Russia؟ do they come from Russia؟ Russia هي روسيا. do they come from Russia؟ تمام، مش بنقول روسيا، Russia. اوكي، do they come from Russia؟ هل هم جم من روسيا؟ تمام، اوكي. complete the sentence. اوكي، complete the sentence. اوكي، she speaks Spanish. يبقى she don't، هنقول ايه؟ she does not speak Spanish، مش هنقول she do not speak Spanish، she does not speak Spanish. تمام، حلو. complete the sentence. انا بعيدها ليه تاني؟ عشان انت ساعات لسانك
بيتلخبط. يعني انت بتقول لما تقول ذا كتير ممكن تلاقي نفسك ان انت الموضوع بيرخم معاك. فهي الموضوع عايز ان انت ما تقعدش تعقد نفسك في الموضوع، تحاول تطلع لسانك خلاص. complete the sentence. complete the sentence. طيب make the following sentence negative. هنخلي الجملة دي منفية. he speak Portuguese. فهنعمل ايه؟ هنقول he does not speak Portuguese. هو ما بيتكلمش برتغالي. تمام؟ حلو. put the words in order. حط الجمل الكلمات بالترتيب. words يعني كلمات قلنا. طيب عندنا برازيل، فنحط برازيل في الاخر. حلو. طيب هنقول سؤال، هو ده سؤال، فهنقول does she come from برازيل؟ هل هي جت من البرازيل؟ حلو. طيب اللي بعده you speak English. make the following sentence into a question. do you speak English؟ بس do you. شفت الموضوع سهل ازاي؟ do you speak English؟ I speak English and Russian. I Listen. do not speak French or Spanish. Okay, let's listen again. I speak English خلينا and نسمع Russian. مرة تانية. I do not speak French or Spanish. Listen to the audio. Which languages does Elisa not speak؟ هي بتتكلمش أي لغات. I speak English and Russian. I do not speak French or Spanish. I do not speak English. I speak English and Russian. I do not speak French or Spanish. I do not speak French and Spanish. French يعني فرنساوي. Spanish يعني أسباني. English يعني إنجليزي. و Russian يعني روسي. تمام؟ طيب عايزين برضو نركز النقطة دي. عندنا فرانس هي الدولة، صح؟ عايز أتكلم اللغة بتاعتها فهقول French. I do not speak French. اوكي. سبين اسبانيا. تمام. لما جيت عايز اقول اللغه بتاعتهم قلت Spanish. I do not speak Spanish. اوكي. روسيا اللي هي روسيا، لما انا عايز اقول انا ما بتكلمش روسي I do not speak Russian. حلو. طيب put the words in order. تمام. حط الكلمات بالترتيب. فهنا عندنا لما نيجي نعرف الجمله في الاخر اكيد بيبقى في دوت في الاخر، صح؟ جابان اخرها دوت اهي. تمام. في جابان اهي اخرها دوت. طيب هقول ايه؟ I. يبقى هنا مفيش سؤال، فمش محتاجين نحط do ولا does في الاول. تمام. فهقول I do not come from Japan. انا ما جيتش من اليابان، او انا مش من اليابان. تمام. حلو. You speak Turkish. Make the following sentence into a question. فهنقول ايه؟ Do you speak Turkish؟ حلو جدا. تمام. Do you speak Turkish؟ تمام كده خليناها سؤال. حلو قوي. طيب complete the sentence. اوكي. I do not come from England. ما ينفعش اقول I does. اوكي. وما ينفعش اقول I comes. اوكي. زي ما قلنا I do not come from England. تمام. حلو. لو كانت he ممكن نقول he does not come from England. اوكي. Does he come from France? Does he come from France? Complete the sentence. هو قال does. اوكي. Does he. هو قال does he come from France? Does he come from France? Yes. Okay, perfecto guys. Bravo. Does he come from France? All right. Here, make the following sentence negative. Make the following sentence negative. خلي الجملة جملة منفية. We speak German, so we do not speak German. So شفتوا easy peasy ازاي؟ Easy peasy يا عزيزي. Wow, bravo guys. Great job. Wonderful. رائع. Wonderful يعني رائع. Great job يعني عمل رائع يعني برافو. يعني زي الفل. 100. Great job. Alright, so now we finished with the reviewing countries. Did we do this? The reviewing countries? Hopefully we did it. No, we didn't do it. So let's do this part. Maybe, yes, let's do this part. Okay, we are going to start this lesson with a review of everything we have learned over the few last lessons, and we will end with our first reading exercise. الحقيقة دلوقتي بالظبط اللي احنا هنراجع كل حاجة احنا اتعلمناها في الدروس اللي قبل كده. تمام. We are going to start this lesson. هنبدأ الدرس ده with a review. يعني هنراجع of everything we have learned over the last few lessons. في كل حاجة اتعلمناها over the last few lessons. في الدروس المسبقة. And we will end أو اللي فاتت. We will end with our first reading exercise. And we will end with our first reading exercise. وهننهي بأول تدريب قرائي. تمام. أول تدريب هنقرأ فيه. تمام. Let's get started. يلا بينا نبدأ. Let's get started. حلوة الكلمة دي. Let's get started. يلا بينا نبدأ. Nationality, country, language. Nationality يعني الجنسية. country يعني بلد. language يعني اللغة. تمام. I am Brazilian. كده أنا بقول على جنسيتي. I am Brazilian. الكانتري بتاعتي I am from Brazil. تمام. هقول اللانجوج ايه؟ I speak Portuguese. يبقى الجنسية برازيلي، البلد برازيل، اللغة برتغالي.
تمام. Portuguese. I am Brazilian. I am from Brazil. I speak Portuguese. عندنا واحدة بنتكلم على واحدة بقى. She is Turkish. هي تركية. She is from Turkey. هي من تركيا. She speaks Turkish. هي بتتكلم تركي. حلو؟ جميل؟ حلو جدا. طيب عندنا اللي بعده ايه؟ عندنا put the words in order. حط الجملة بالترتيب. فعندنا برازيل Portuguese I speak I'm from. فهنا بنعمل ايه؟ هنا بنيجي زي ما احنا قلنا بناخد Portuguese اخر واحدة عشان هي فيها الدوت في اخر، فتبقى Portuguese هتبقى اخر كلمة في الجملة نفسها. طيب هنبدأ ازاي؟ هنبدأ نقول I speak. لا غلط. هنقول I am اول حاجة. I am from Brazil. انا من البرازيل. بعدين هنقول ايه؟ I speak Portuguese. عندنا يبقى انا من البرازيل، انا بتكلم برتغالي. جميل؟ حلو يا جماعه، عاش زي الفل. تمام. اللي بعده طيب match the pairs يعني وصل الاجواز. تمام، او الازواج. تمام. Russian Turkish Chinese ده ايه؟ دول nationality ولا دول country؟ Russian Turkish Chinese دي ايه؟ ها؟ Russian Turkish Chinese دي تبقى nationality، دي جنسيه صح؟ البلد ايه؟ تركي، جابان، the USA تبقى country، دي دول. تمام. اللغه الروشن دي لغه، دي جنسيه Russian Turkish Chinese nationality. تركي، جابان، the USA country، دي دول. تمام. اوكي. I speak ايه؟ Spanish Brazilian Mexican. طب هو عايز ايه طيب؟ لا مش فاهم عايز ايه. طب ما كلهم صح. احنا سمعنا حاجه؟ مفيش حاجه سمعناها. هو اسبيك اي حاجه. طب هو ممكن اقول اسبيك برازيليان مثلا. لا ما ينفعش اقول برازيليان، ما ينفعش. صح غلط. صح جدا غلط، لان برازيليان برتغالي، فما ينفعش تقول برازيليان. I speak Portuguese. I speak Portuguese. تمام. Mexican Spanish. I speak Spanish. فهي Spanish. المكسيكان وسبين بيتكلموا اسباني، فتبقى Spanish. ما ينفعش اقول I speak Mexican او I speak Brazilian. لا I speak Portuguese. فالسؤال كان حلو قوي. طيب select 4 nationalities. اختار 4 جنسيات. تمام. ايه الاربع جنسيات اللي قدامنا؟ مكسيكان غلط، روسيا غلط، تركي غلط، تشاينيز صح، برتغيز صح، وانجلش صح. ايه كمان عندنا؟ المفروض مكسيكان غلط، يبقى ايه؟ مكسيكان. المفروض مكسيكان غلط، مفيش حاجه اسمها مكسيكان، كلموها اسباني. مش عارف، هو غباء. they a Russian. هنقول they doesn't speak Russian ولا they don't صح؟ ما ينفعش نقول they don't speak Russian. حلو جميل جدا. طيب he speaks Ukrainian negative. they don't speak Polish. طيب ايه البوزيتيف والنيجاتيف؟ match the pairs. he speaks Ukrainian دي بوزيتيف، يعني هو بيعرف يتكلم اللغة، فهنقول positive he speaks Ukrainian. تمام. Ukrainian. تمام. they don't speak Polish ده نيجاتيف. احنا كده نفينا الجمله اللي هم ما بيعرفوش يتكلموا اللغه ديت. حلو. طيب select 4 countries. نختار 4 دول. تركي. American لا، American دي الجنسيه، اللغه بتاعتك اللي انت بتتكلم بيها. China دوله. تمام. countries يعني ايه؟ دول. تمام. Portugal بولندا. تمام. اللغه عايز تقول بتكلم بولندي بتقول Polish. اوكي. I speak Polish. اوكي. هي put the words in order. نحط الجمله بالترتيب. هنقول تركي Turkish she's from. طيب عندنا اول كلمه ايه؟ تبقى she's from ايه؟ غلط. عندنا تركي اخر واحده. تمام. فيها دوت، فهنقول she is Turkish she's from Turkey. اوكي. she is Turkish she's from Turkey. سبحان الله. she is Turkish she's from Turkey يعني هي بتتكلم تركي، هي من تركيا. سبحان الله. تمام. او هي تركيه وهي عايشه في تركيا، او هي she's from Turkey. اوكي. complete the sentence. he is Chinese او ولا he is from Chinese. هنا هنقول ايه؟ he is لو مكتوب China هنقول he is from China، بس هو مكتوب he بعدين Chinese، فنحط he is Chinese على طول. هو صيني. تمام. حلو. we ready to read. we are ready to read. احنا مستعدين ان احنا نقرا. we are going to find out about Marta, Ivan, Carlos and Jose on the next screen. هنتعرف دلوقتي على مارتا وايفان او ايفان وكارلوس وخوزيه، بيقولوا جي اس اي خوزيه او جوس. on the next or جوسيه on the next screen you will also see the 2 little words below. هنتعرف على الاربعه دول، مارتا وايفان وكارلوس وجوزيه او خوزيه، and you will see the 2 little words below. وهنشوف الكلمات دي تحت and وبت. اوكي. and وبت with. طيب يبقى ده مارتاز from Mexico. اوكي. Marta's from Mexico.
she speaks Spanish and English. دي مارتا. مارتا is from Mexico. مارتو من المكسيك بتتكلم اسباني وانجليزي but she doesn't speak Russian بس ما بتتكلمش روسي. Carlos and Jose are Brazilian. They speak Portuguese and Spanish. They don't speak English. حلو. بيتكلم برتغالي وبرازيلي، بيتكلم برتغالي واسباني بس ما بيتكلمش ايه، بس ما بيتكلمش انجليزي. ايفان speaks Russian, English and Polish. He doesn't speak Spanish. He is from Russia. تمام. بيتكلم بتاع ده. بصوا في حته عايزين نفهمها مع بعض. Marta's from Mexico. She speaks Spanish and English but احنا بنتكلم على and وبط دلوقتي، فعندنا and يعني بيتكلم اسباني وانجليزي but يعني بس but she doesn't speak Russian بس هو ما بيتكلمش روسي. Carlos and Jose are Brazilian. They speak Portuguese and Spanish. بيتكلم برتغالي واسباني. They don't speak English. تمام. ما قالش but هنا، قال they don't speak English. ما قالش but هنا ليه؟ المفروض كان يقول but they don't speak Spanish but they don't speak English صح. Even speaks Russian, English and Polish. He doesn't speak Spanish. He's from Russia. المفروض برضه يقول but he doesn't speak Spanish. تمام. ممكن كان يقول كده. المهم يلا بينا نكمل. طيب select Jose and Carlos nationality. Carlos and Jose ايه nationality بتاعتهم؟ Carlos and Jose are Brazilian. They speak Portuguese and Spanish. طيب هما ايه nationality بتاعتهم؟ ايه هي nationality بتاعتهم؟ Brazilian صح؟ هما من برازيل فهم Brazilian. حلو. دي nationality بتاعتهم، دي الجنسية بتاعتهم. حلو. طيب where is Ivan from? Ivan is from ايه؟ روسيا صح؟ حلو. طيب match the sentences that go together. Marta's from Mexico. بعدين ايه؟ Marta's from Mexico. They don't speak English. Marta's from Mexico. ما ينفعش نقول he فهي she speaks Spanish and English. اوكي. يبقى مارتا مع ده. They speak Portuguese and Spanish. بعدين ما ينفعش نقول he عشان هم they فنقول they don't. اوكي. بعدين Ivan speaks Russian, Polish and English. He doesn't speak Spanish. اوكي كده عرفنا الطريقه. طيب يبقى Marta's from Mexico. ما ينفعش نقول Marta's Mexico. ممكن نقول Marta's Mexican. اوكي. Okay. She complete the sentence with the correct form of speak. She does speak Spanish. صح؟ she speaks Spanish. اوكي. She speaks مش لازم نقول does. She speaks Spanish. تمام. على فكرة she does speak Spanish صح برضه بس هم عايزينها she speaks she speaks Spanish. حلو. طيب select the odd one out. استخدم خد الواحدة اللي هي النكرة ما بينهم اللي هي غلط ما بينهم. Portuguese, English, Russian, Brazil, Spanish. طيب ايه اللي غلط فيهم؟ برازيل. ليه؟ عشان دي لغة لكن دي دولة. تمام. طيب he speaks Spanish. he Russia. he doesn't speak Spanish. he is from Russia. تمام. عايزين نخلص. put the words in order. طيب they speak Portuguese and Spanish. they speak لا put the words in order. they speak لا في حاجة غلط. اوكي دي اخر واحدة تبقى Carlos and Jose are Brazilian. they speak Portuguese and Spanish. Carlos and Jose are Brazilian. كارلوس وخوزيه هم برازيليين وبيتكلموا برتغالي واسباني. حلو قوي. خلصنا. الف مبروك. Let's now listen to the next we just read. You don't have to do anything. Just relax and be proud of what you have achieved this lesson. هنا بيقول لنا يلا نسمع مع بعض دلوقتي النص ده. We just read هنقرا بس. You don't have to do anything. Just relax and be proud of what you have achieved this lesson. ارتخي او استقنيس يعني او اللي هو ريح نفسك يعني ريلاكس يعني اللي هو استرخي كده وروق على نفسك يعني او اللي هو استقنيس يعني. and be proud of what you have achieved this lesson. وخليك فخور باللي انت وصلت له في الدرس ده. تمام. Marta's from Mexico. She speaks Spanish and English, but she doesn't speak Russian. Carlos and Jose are Brazilian. They speak Portuguese and Spanish. They don't speak English. Ivan speaks Russian, English, and Polish. He doesn't speak Spanish. He's from Russia. In the next few lessons we will learn how to talk about our jobs. كده خلصنا خلاص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم. ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله هنتكلم على الجوبز والستاديز. هنتكلم على الوظائف والدراسات التخصصات الدراسيه. وهنتكلم على and where we live وفين احنا عايشين. تمام. على حسب المناطق اللي احنا عايشين فيها الدول وكده هنتكلم عن الامور دي كلها. فلو انتم ما شفتوش الفيديوهات اللي قبل كده او الدروس اللي قبل كده هتلاقوها هتظهر لكم دلوقتي هنا او في اخر الفيديو هتلاقوها هتظهر لكم دلوقتي. تقدروا تتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده. ولو انتم ما اشتركتوش في القناه لسه فاشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان اي فيديو ينزل جديد ان شاء الله. تدريبات انجليزيه باذن الله او اي حاجه تانية ان شاء الله يجيلكم تنبيه على طول الفيديو نزل. وشكرا انكم بتعملوا كده. ولو فيديو حسيتوا ان هو فعلا مفيد بالنسبه لكم فشاركوه مع غيركم كمان عشان غيركم يستفاد. وشكرا انكم بتعملوا كده. واشوفكم ان شاء الله في درس جديد. وان شاء الله باذن الله كده شعارنا ان احنا هنتكلم انجليزي بكل ثقه باذن الله يا رب. شكرا لوقتكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه. See you soon in a new video. Peace be upon you brothers and sisters. Peace be upon you يا جماعه يعني السلام عليكم بالانجليزي. ف peace be upon you. Peace be upon you and see you soon in a new video. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامه.